عندك نهار اثنين مع وفين الصاد الصباح كنلقى راسي طراوي شوي لا مشتم. كيف ما سمعتوا في هذا الفيديو انا جبت لكم هنا صوت وصوره باش تاكدوا وتسمعوا بودنيكم هادشي اللي واقع على تحفه بعد ما دخل المغرب، وواحد الضجه اللي عليه كبيره بزاف، ولدرجه انه الناس ولاو كيتصلوا بفؤاد وكيسولوه واش بصح نيت تحفه قبطات عليه الشرطه في مراكش. ولكن تحفه حتى هو دارها لهم على قد فمهم، ودارها كذلك على قد واحد التدوينه كان نزلها الحقوقي وقال هاد الصيف عادي يكون ساخن، ومشى حتى هو حتى لمراكش ونزل واحد التدوينه على واحد يعني على الحساب ديالو او الصفحه ديالو بالانستغرام على واحد الاغنيه، وقال الصيف سيكون ساخنا. يعني حتى هو رد عليه وقال لهم ها انا جيت لعندكم حتى لمراكش، يلا الا عندكم جرأة شي واحد يواجهني. وكيف ما كنقولها من شحال هادي وكنقولها حتى اليوم، اللي عنده شي دليل عليا ينزلوا واللي استرني الله يفضحوه. هنا كنشوفوا انه بصح السيد عنده المصداقيه، واي حاجه كيقولها في القناه ديالو كتكون الا وصحيحه. ها هو كيدخل المغرب وكيخرج بكل ارتياحيه، لانه عارف راسو ما ناصب على حتى شي واحد، بل بالعكس كيعطي من جيبو، كيزيد هو من جيبو، كيضيع من وقته ومن صحته واتصالات. عافاك ساعد هادي، عافاك ساعد هذا، عافاك يعني ديما السيد مشغول. ماشي بالكلام اللي كان كيدور بهاد شهرين قبل انه نصب في القضيه ديال حمزه، في القضيه عفوا ديال المديمي اللي كان المفجر ديال القضيه ديال حمزه مون بيبي. مهم هنايا كيقول لهم تحفه فينكم هنا بعد ما ضحك في واحد اللايف وقال انا راني في الامارات، هو لا بالعكس كاين غير في طنجة ومازال متواجد في المغرب. وقال له واحد الفان من دنيا باطمه، وكل شيء كيقول انه هذاك الحساب ماشي ديال فان ديال دنيا باطمه وانما ديال ابتسام، هذاك الحساب اللي داير ضجه على الانستغرام. انه تحفه غادي تكون عنده واحد الجلسه غدا في 10 ديال النهار، وكيف ما سمعتوا تحفه قال ويلي واش انا عندي غدا شي محاكمه مع 10 وانا ما في خباري والو. هادشي يعني انه عنده مقابله مع دنيا باطمه ومقابله مع الناس اللي دايرين به شكايات، لانه الكلام ديال الزروالي زعما راه على حق، وراه الشكايات تفعلوا دوك 10 اللي كنت قلت لكم راه غادي يتفعلوا، اراهم تفعلوا. السيد ما داير لا بايديه لا برجليه، وديما كيديروا ليه هاد الحاله. هما اش بيهم الحرقه؟ علاش دخل المغرب؟ ما عندوش الحق علاش يدخل المغرب. السيد راه ما دارش حساب وشوه به، السيد راه ما عاطيش القاضي 8+4، السيد راه ما واخديش ليه جواز السفر ديالو. السيد فاش كيبغي يهضر كيهضر بالعلن، كيهضر على الحقوق، كيهضر على الفساد ديال القضاء وكيسميهم، وما عندوش مشكل. وكيجيو تليفونات كيقولوا ليه الله يرحم لك الوالدين ما تذكرنيش صافي انا غادي نحبس، ولا انا عادي صافي نعود محامي، ولا يعني عنتازل على داك المنصب اللي عندي. وراه لي لايف كيشهدوا والناس واتصالات الهاتفيه كيشهدوا. السيد كيوقف مع الناس اللي ضايعين لهم الحقوق ديالهم، وهو ما كيحملش شي حاجه اللي سميتها الحقره وسميتها الدل. هادشي اللي يعني فاقس حمزاوه وفاقس حتى دنيا باطمه وابتسام، لهذا كيقولوا انه عادي يتحاكم غدا في 10 ديال الصباح، وعادي تكون عنده واحد الوقفه امام قاضي التحقيق. هادشي كامل كتبقى غير روايه كيالفوها من راسهم، وكيبغيو يزعزعوا لي فانز ديالو بهاد الاشاعات فقط، لانه في الاول وفي الاخير كيبقى ومغربي وطني عنده الحق يدخل الوقت اللي بغى ويخرج الوقت اللي بغى، وعنده 2 الجوازات السفر، واحد ديال الولايات المتحده الامريكيه وواحد ديال المغرب. وشكون حنا اللي غنقولوا ليه ما تدخلش ولا ما تخرجش؟ القضاء هو اللي يدير خدمته في هادشي، وملي كيشوف شي واحد ظالم ولا شي واحد يعني محدي الحدود ديالو راه كيدير خدمته. واليوم كنتسائلوا اين النقد ديال دنيا باطمه 8+4 تساوي 12؟ هنا كتبقى بزاف ديال الاسئله وكتبقى بزاف ديال الشكوك. من يحمي دنيا باطمه؟
هذا هو اللي كان كيتسائل عليه بزاف ديال الرأي العام. بزاف من الناس ديال الرأي العام كيقولوا علاش هاد التماطل، علاش ما تمش التنفيذ، واش بصح بغا يتسناو تيطبق داك القانون ديال العقوبات، يتم دفع المبالغ على هذيك العقوبة اللي عند الإنسان، يعني اللي في استطاعته يدفع مبالغ على ديك العقوبة وما يدخل في السجن. واش كيبقاو تساؤلات بزاف. أما تحفة راه ما واقع عليه والو، راه ما عنده لا جلسة لا حتى شي حاجة، وإنما داك الحساب اللي كيقول غدا راه عادي يتشد، ولا راه إلا مشات تشد تحفة بزاف ديال التساؤلات غتكون مع صاحب هذاك الحساب. من أين لك هذا الخبر؟ علاش تشد؟ وشكون انت باش تخرج هذا الخبر؟ ومنين جاتك ومن عند من؟ وغادي نبقاو في واحد المتاهه تما. اذا هادشي كنقول انا غير صحيح، لانه السيد لو كانت عنده شي حاجه غتكون عنده اتصالات من عند الشرطه، يقول لي اجي راه عليك شكايه. ومن طبيعه الحال هو راه ما كيخفي حتى شي حاجه. نهار تشد في مراكش من طرف الشرطه راه قال انه وقفوني في لوطوروت وبقاو كيسولوا فيا وبقاو بزاف ديال المسائل في هذا الملف ديال حمزه مونبيبي، لانه كان كيهضر على القضيه ديال ماديمي وجبد ناس كبار مسؤولين في مراكش. قالها في اللايف ديالو، قال انا كنت كنتحفظ زعما وما بغيتش نقولها، ولكن جا الوقت باش نقول انني هذا الملف هذا تكرفست فيه بزاف، تقصت في عائلتي وتقصت في صحتي وتقصت امي كانت معايا لدرجه انها سخفات وطاحت وبقاو كيكبوا عليها غير الماء. يعني السيد راه تعذب في هذا الملف ديال حمزه مونبيبي بزاف وعانى بزاف في الملف ديال المديمي، ورغم ذلك ما خداش الحق ديالو. كنقولها ونعاودها، ما خداش الحق ديالو. ورجعوا لي لايف ديالو كيفاش كان كيدافع بالروح بالقلب بالدم ديالو. ماشي الهدف ديالو هو انه يسمسر ولا ياخذ واحد الكونسوماسيون في واحد المبلغ خيالي زعما كيف ما قالوا هما. لا راه كيكونسومي من هذاك السيد، راه ما كياخذ والو. السيد راه هو كيدفع من جيبو. وزيدون هذاك السوبر شات راه هو كون بغى راه يفتح لايف يبقى مجمع ويعاود لهم الخبيرات وراه ياخذ سوبر شات. ماشي ضروري تيهضر على داك الملف ديال المديمي اللي بزاف ديال الناس نازلوا عليه وما بغاوش يهضروا عليه، وقال لك لا القضيه كبيره، فيها خائن الوطن، فيها شكايات من عند ناس كبار، فيها لا ما نقدروش نهضروا في هذا الموضوع. وبزاف ديال المحامين اللي يعني رجعوا اللور ما بغاوش يدافعوا عليه من غير القله القليله. دوك ثلاثه كيف ما شفنا، السناوي كذلك اللي حتى هو توجهوا ليه واحد التوجيهات اللي كيقولوا انه كذلك دار الدار ودار الفيلا ودار كيف ما قالوها على تحفه وقالوها على فؤاد. وهنا كيبقى الهضره كثيره عليهم، وكيبقى ديما اللي عنده الحق راه كيردوه هبيل وما عندوش الحق. انت خلي الدري عاود داك الضرب اللي ضربك يا خويا ضربه خايبه. لا ضرب دفعوني